السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا في ظروف صعبة والغلا جامد، فطبعا احنا لو استخدمنا الصفار في أي حاجة، بيتي فور، في كيكة، في أي حاجة، فطبعا بتفضل البيض. فأنا بدل ما فضلت البيض فحبيت استخدمه في حاجة تاني. عملت أجمل بسكوت جميل جدا جدا من بياض البيض. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. وبشرب معاه كوباية الشاي علشان نحارب الغلاء وعلشان نوفر حاجات في البيت. فأنا حبيت أعمله علشان إن أنا يعني ما أرميش البياض. أنا عملت قبل كده بيه حاجة اسمه إيه، حلوى حلوى يعني اللي هو ايه اللارنج، حلوى اللارنج ده جميل جدا. فهناكل البسكوت ده مع كوبايتين الشاي. والمربى اللي قدامكم دي انا برضو عملتها في القناة عشان نوفر برضو. فلازم الست الشاطرة تحاول على قد ما تقدر توفر ايه في الاكل في البيت. فقبل ما نبدأ وانا نعمل اي حاجة، واللي داخل على القناة جديد يا ريت كده يدوس لي على زرار الجرس وكلمة الكل، ويا ريت كلمة حلوة كده محفزة كده يدعمني، ويا ريت كده ايه يعمل لايك قبل ما نبدأ على أي حاجة. ايه رأيكم؟ شايفين البسكوت، شايفين الحلاوة؟ عملت منه اللي هو بالمربى وعملت من غير مربى. يلا بينا كده، يلا هنشوف ايه المقادير مع بعض. معانا ده البياض بتاع البيض. بياض البيض انا بس حطيته في التلاجة يوم علشان ايه انا كنتش فاضية. ومعانا كوباية زبدة، ومعانا نص كوباية سكر، من بتاع دي، ومعانا من دي من يعني حوالي 4 كوبايات دقيق من نفس العيار، ومعانا فانيليا، ومعانا بيكنج باودر، ومعانا شوية ايه خل بسيط علشان هو ايه محسن للايه محسن للخبز. يعني الخل بيحسن الخبز. فايه رأيكم؟ شايفين كده معايا؟ ايه رأيكم؟ هننزل في العجان دي الزبدة. هننزل ايه الزبدة الأول، وبعد كده واحدة واحدة وهننزل ايه السكر. خليكم معايا كده. اهي هننزل الزبدة مع بعض، وهنزل النص كوباية سكر. مش هنحلي جامد ليه؟ علشان ان هحط فيه مربى، يعني فيه اللي هحشيه او هشربه كوباية شاي. فانا اديني شغلت العجان. يعني الله اكبر، الحمد لله من ساعة ما جبت العجان ده انا وعجبني. هو حصل كسر في المضرب بتاع البيض اللي هو الشبك. والحمد لله انا صلحته، عامله فيديو، وان شاء الله قريب هنزله ايه في القناه. هبقى ان شاء الله هنزله لكم وهوريكم اللي ايه انا عملت ايه عشان اصلحه، بدل ما اروح انا اجيب قطعه تاني او ما لقاهاش بمقاسها. وانا اصلا الطقم ده جايبه لي احمد من السعوديه، الله يبارك له وادعوا له ان شاء الله يديه الصحه ويصلح حاله يا رب. جابه لي على عيد ميلادي وانا في السعوديه. فهو بان عليه خد عين العجان. فالحمد لله ان انا عرفت اتصرف، وهقول لكم ايه اللي عملته في الفيديو ان شاء الله. يعني كده، وان شاء الله قريب هنزله لكم. طبعا انا بضرب السكر مع الزبدة لغاية ما يبقى ايه كريمي، لغاية ما يبقى ايه كريمي. خليكي واحدة واحدة معايا كده وما تكريش الفيديو. ويا رب انا ما اكونش ايه تقيلة عليكي او ايه يعني ما يكونش مرغوب فيا. ويا رب تكون راضيين على فيديوهاتي. فأنا بحاول أديكم إيه يعني كل اللي بقدر عليه واللي أعرفه. طبعا أدي إيه البيض اللي أنا إيه هنزله من الفتحة اللي هي بتاعت إيه العجان. انت هتلاحظ البياض ده لان انا كنت حطاه في التلاجة بسبب ان انا عملت بيتفور. فخليت البياض لاني انا كنت شغاله في الكنترول، بروح الصبح وارجع متاخره. فخليته يومين لغايه ما ربنا ايه هداني كده وفضيت ان انا ايه اعمله لكم. ادي الموضوع يعني.
فقلت لا، لازم ايه اعمله لحبايبي، واقول لهم ان لو عملت اي حاجه اللي هي البيتفور، يعني احنا بنعمل البيتفور بالصفار، وكم بيضه بناخد البيضه كلها يعني، وفي ناس بتعمل البيتفور بكله يعني. طبعا انا هنا قبل ما ابدا اي كلام تاني معاكم، انا طبيعتي جدا 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 لازم يعني آه اشوف البيكنج باودر بتاعي انا صالح ولا لا. فبجيب شويه بيكنج باودر وعليها شويه ميه، اذا غلى اذا ادى فوران اعرف هو ناجح. يعني لازم اجرب البيكنج باودر، لان زمان خالص وانا صغيره عملت كيك، هوالي عملت 4 كيكات في عيار واحد من غير ما ابص على صلاحيه البيكنج باودر اي حاجه. بصيت لقيت الكيكه يا بنات كلهم ال4 بايظين. من ساعة ما أنا حصل اللي حصل كده وبقول إيه السبب، ولقيت البيكنج باودر الصلاحية بتاعته منتهية، أنا لازم حتى مش لازم أبص على التاريخ، أنا لازم أجرب البيكنج باودر هل صالح ولا لأ بالطريقة دي. فرجاء مش هتيجي من لحظة أو ثانية إني تاخدي سنة كده وتجربي البيكنج باودر على المية، لما عاول فورا اعرفي إن هو صالح. لازم يكون صالح، وتتأكدي علشان ما تبوظيش أكلك كله، مش علشان تكسلي إنك انت تعملي تجريب تبوظي الاكل كله. فانا اديني رفعت بتاع دي، وهحط ايه. طبعا انا ضربت السكر مع السمنه، وكمان حطيت صفار البيض، قصدي البياض. فانا قلت ايه اني هحط ايه دي. فيلا كده علشان خاطري وعشان حبيبتكم انتصار، يا ريت اللي داخل على القناة كده يدوس على زرار الجرس، كلمة الكل اللي هي الجرس الاسود عشان يوصل لي كل شعايري وكل فيديوهاتي. ويا ريت كده تعليق حلو، ويا ريت لايك. يلا يلا، حط يدك على خدك كده، والله ما هتخسري حاجة، انت هتستفيدي وهتفيدي غيرك. انا ما اقصدش اي حاجه، انا والله العظيم انا بعمل حبا ليكم، انا ما استفدتش اي حاجه من القناه دلوقتي ولا قبضت منها ولا حاجه، والله والله ما بكذب عليكم. بس انا بحبكم وانا نفسي ابدع كمان وكمان في القناه. فلو انتوا حاسين ان انا شقيانه وتعبانه عشانكم، يا ريت كده تساعدوني وتضعوا لايكات وتعليق حلو. يعني انا بشوف فيديو قنوات تافهه واخده مشتركين كتير، فاحنا ناس محترمة ومحتاجين الناس المحترمة اللي زينا. فهنبدأ نحط الدقيق كوباية كوباية، وكل ما احط كوباية وتلف لغاية ما احس ان العجينة مش بتلزق. يعني اهم حاجة العجينة متلزقش. ونسيت ما اقول لكم ان احنا حطينا نقطتين فانيليا وسنة ملح صغيرة. لازم في اي عجين انت بتعمليه بتحطي سنة ملح صغيرة. طبعا انا نخلت الدقيق كله لان عشان يخش فيه الهواء، ولو في اي حاجه تخافي، وحطيته في الكيس تاني، وباخد بالكوبايه عشان اعرف افضي في في الفتحه بتاعت العجان دي، لان الفتحه دي لو انا فضيت بطبق او معلقه مش هاخد راحتي، فبحب افضي بالكوبايه في الفتحه بتاعتها اللي هي ايه رأيكم؟ شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفين العجان ده فيها لمضة لانك تنور لك يعني. فانا بصراحة انا فرحانة بيها، ويا رب انا كان نفسي من زمان اجيبها. الله يبارك له احمد، وتدعوا له كده معايا وتكتبوا له تعليق حلو كده، تقولوا له ماما بتحبك وبتدعي لك ليل نهار، وتقول لك يا رب يصلح حالك ويديك كل اللي تتمناه يا ابني. شايفين بصراحة انا العجان دي عجبني جدا جدا. اهي شايفين كده، انا اتأكدت ان ان العجينة مش بتلزق. هنشوفها كده مع بعض كده العجينة بتلزق ولا لا. هي لو لزقت هنحط فيها شوية دقيق، بس انا بجربها بيدي طبعا. حسيت ان هي لزقت اهي. شايفين بحاول ان انا اعجن فيها عشان اشوفها هل محتاجة دقيق تاني ولا لا.
اهي. يعني هرش عليها حبة دقيق، انا رشيت عليها حبة دقيق على فكرة، والكاميرا لقيتها بتعديل لاني لازم متكونش بتلزق. وبعد كده لفيتها وخلصتها ورحت ايه، حطيتها في طبق، لاني انا كلهم اللي هعملهم على قد ايه الصواني دي. شايفين الصواني دي اللي انا غسلتها بقول لكم. فايه، فانا حاولت ان انا عايزه، يعني مسكت القمع في الاول زي ما انتم شايفين، كنت عايزه اعملها صباع، لاني مش مستاهله ان انا اطلع مكنه البسكوت واحكي على ايه، على صنيتين يعني. اديني حاولت اعمل الصوابع فتعبتني شويه اهي، فبعمل التانية برضو فحسيتها ان ايه مش ظريفه يعني. هروح اجيب مكنه البروتفور برضو، مش هديها راحه. هجيب الكيس بتاع البتيفور او بتاع البسكوتات برضو، مش مرتاحه لها بصراحه، يعني اتقطع معايا. فريحت الاول عن اخر، فما صورت لكمش ولا جبتهاش اللقطه دي، يعني دبلجتها من العكه. فعملتها زي بتاعه البتيفور وريحت دماغي بصراحه، لاني انا بصراحه دول خبزتهم. برضو انا جايه من الكنترول بعد المغرب، فببقى متعبه جدا جدا. بقى احاول ان انا ما بعدش عنكم، يعني لو بعدت يوم ولا اتنين بحاول ما بعدش زي اللي حصل معايا في العملية، ان انا بعدت مدة معاكم. فبحاول بأي طريقة ان انا ما بعدش عن حبايبي وعن جماهيري وعن ايه اخواتي اللي انتوا، او عيلتي التانية. او عايزة اقول لكم انتوا العيلة الاولانية بصراحة، لاني انا بفضفض معاكم وبنحكي مع بعض. ونفسي اعمل بس والله يا بنات، نفسي لما اعمل بس الاقي مع حد معايا، يعني ادي الحكايه، ما الاقيش بهاتي مع نفسي. يا رب ما يحرمني من ايه، من متابعيني يا رب، ولا ايه دعمكم لي. بس ما قلتليش ايه رايكم في فيديو صدى السجان اللي هي دي، اللي انا استخرجت منها الصدى. يعني شايفين، اصلي خسارة يعني، حاجة بتنفعني يعني نفعاني، والحاجة دي قلنا عليها غالية. فكان نفسي مجموعة كبيرة تقول لي، يعني في ناس ردت وقالت لي الله يديك العافية، الله يديك الصحة. فأنا عايزة إيه تعليقات تخش في 200,000 300,000. أنا طماعة، طماعة في حب جماهيري لا أكتر لا أقل. شايفين أنا لقيت سهل إن أنا أعمل النجمة اللي هي دي زي البيتفور بالظبط. فلقيتها اسهل واحسن لي، يعني هي العجينه طريه وحلوه والله، وطلع بسكوت جميل 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 بصراحه، روعه. عارفين انا لو كان عندي ساعتها نشادر، انا والله كنت حطيت له معلقتين نشادر، لان النشادر اللي كان عندي انا حطيته للسجان وغسلت بها السجان يعني. ايه رايكم؟ طبعا عايزه اقول لكم ان انا ولعت الفرن وسخنته، علشان ايه، عشان اول ما اخلص السجان اروح ايه حطها على طول. انا دلوقتي رايحه احطها في الفرن عشان ايه، لغايه ما اعمل التانية الاقيها ايه خلصت. انا دلوقتي جريت الفيديو بسرعه، قلت علشان ايه احنا شفناه مع بعض ازاي احنا قطعنا. شايفين انا مجريه الفيديو، فقلت عشان ما اطولش عليكم في الفيديو تتضايقوا مني. يلا كده اللي ما حطيتيش لايك كده، يلا مش هتخسري حاجة. يلا تعالي كده وانزلي ايه وحطي لايك ايه لحبيبتك الأبلة انتصار. آه. طب اقول لك، قومي جربيها، وبعد ما تجربي قولي لي ايه رأيك فيها. اهو شفنا طلعنا السجين اهو، شايفين اهو. والله العظيم ما بكذب عليكم، انا عندي المصداقيه. لو حاجه وحشه اقول لك وحشه، حاجه حلوه اقول لك حلوه. يعني انا قلت لك ان انا تعبت في الكيس، تعبت في مكنه البوتافور، تعبت. فانا عندي مصداقيه اصلا، عشان تبقى ايه، تحس ان الابله انتصار ما بتعملش. ده المربى اللي انا عاملاها يا بنات، دي المربى اللي انا عاملاها في البيت. طب يلا كده، اللي داخل على القناة جديد ونورني كده، يا ريت يدوس على زرار الجرس
ويعمل تعليق حلو. وطبعا عايزه اقول لكم كمان، اللي بيتابعني يا ريت يقول لي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر، من اي بلد، يا ريت يا ريت، لاني بفرح جدا. انا زي الطفله الصغيره اللي بتمسك هدوم العيد وتنام بيها، فانا بفرح جدا بالتعليقات وبرد عليهم كلهم، والله ما بسيب تعليق. شايفين؟ اديني كمان ايه، هخلي شويه اعملهم بالمربى وشويه هخليهم ايه، سادة. يعني اللي عايز ياكل بالمربى ياكل، اللي عايز ياكلهم سادة ياكل. ليه؟ علشان ايه؟ الواحد لو مش عايز الحاجة الحلوة جامدة فياكلهم ايه، سادة. ويا ريت تقولوا لي ايه رأيكم برضو، معاكم برضو في المربى اللي عملناها، ادينا بدأنا نلزقوا بيها دي. يعني المربى دي عاملاها يعني من 2 كيلو قلت، او 2 كيلو ونص، على 3 كوبايات سكر. فيا ريت تخشوا على الفيديو برضو وتقولوا لي ايه رأيكم في المربى، يعني او لو حبيتوا تشوفوها. انا بحاول ان انا ابحث عن كل حاجة واقول لكم عليها. طبعا بنحارب الغلاء يا بنات. يعني انا لما اجيب كيلو دقيق، الكيلو جايباه ب25 جنيه، كيلو دقيق الفينو. طبعا البيض انت بتوفري عندك 6 بيضات او 7 بيضات اللي هو البياض. السكر عندك في البيت، ممكن تطحنيه او ممكن تعملي السنترفيش، بس الطحنة احسن تطحنيه في الخلاط. الفانيليا ما بيخلاش من البيت. البيكنج باودر ما بيخلاش من البيت. الحاجات دي كل بيوتنا ما بتخلاش لان بنحب الحلويات. يعني انت ما تعبتيش اكتر من لو انت جبتي كيلو دقيق. وكمان ممكن في بيوت تبقى فيها دقيق فيلو كتير. يعني بس ما انصحش انك انت تعمليه بدقيق بلدي، لاني انا مره عملت بدقيق بلدي حسيت انه مكبوس بصراحه. فالدقيق الفينو او دقيق المخبوزات احلى بكتير. ايه رايكم في الحلاوه دي؟ وانا واقفه دقت معلقه. عجبتني بصراحه، أصل مربى جميله بصراحه. مم. بس اكتفيت بدولة، والباقي هعمله ايه، بدون مربى. هحطهم في طبق تاني بدون مربى. راح فين انتصار؟ راحت تجيب طبق. راحت تجيب طبق تحط ايه، الباقي بدون مربى. في اللي عايز حلو وفي اللي مش عايز. انا ده ايه، ده اذواق يعني بنات، حسب ما انت عايزه وحسب ذوقك يعني. وكل اللي انت عايزاه اعمليه. انا بسيب الحشو ده. عايزه تحطي له كمان فيرماسيلا تحطي، عايزه تحطي له اي حاجه قبل ما تخبزيه، فول، آه اي حاجه من وانت قبل ما تسويها حطها لها يعني. عين جمل، لوز، بندق، وهي بتتسوق برضو. ده حسب ذوقك يعني، وحسب الامكانيات، وحسب ايه الامكانيات. بس اسكتوا يا بنات، والله انا زعلانه. عارفين الخلاط اللي قدامكم هناك الاحمر ده، والله وقع اتكسر مني. يلا يلا الحمد لله. على الله لما اسافر القاهره احاول ان انا اخده واصلحه هناك ان شاء الله، لو نزلت القاهره بمشيئه الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه اهي. نعمل معاهم كوبايتين شاي والحاج عبد الفتاح. نديله، ايه رأيكم نديله بسكوت من ابو مربى ولا من غير مربى؟ بس هقول لكم، هو خد من ابو مربى، قال لي انا عايزه من ابو مربى. وعملنا له كوبايه شاي. وهندوق الحاج عبد الفتاح ياكل كده ايه، عمال يدنا. مش الراجل لازم يبقى ياكل معانا؟ مهم. ايه رأيكم في الحلاوه دي والاكله دي؟ يلا كده قولوا لي ايه رأيكم كده. وعايزة تعليق حلو، ايه رأيكم؟ شايفين؟ والله العظيم طلع جميل. وفري، حاولي انك توفري يا بنات. حاولك توفري، لان حرام ما انا ارمي البياض ولا ارمي. يعني انا عملت قبل كده البيتي عملت الحلوى الرنج. بصراحة كانت جميل جدا. وهذه المرة دي عملنا البسكوت ده بالبياض البيض. وهنشرب معاها كوباية شاي. لو كان في حبة لبن كنا عملنا ايه، كوباية شاي بلبن، او كوباية ايه، لبن سادة. لكن بصراحة أنا قلت إيه، كسلت وتعبت يا بنات. فبصراحة اليومين دول قايمة بإرهاق جامد. أهي. يلا بينا نروح ندوق الحاج عبد الفتاح ويقول لنا إيه رأيه.
جميل جمال، تسلم ايدك يا انتصار. الله ينور عليك، الله ينور عليك. يلا احب اقول لكم ايه، منوريني يا حبايبي، وربنا محرمنا منكم، واستودعناكم عند الله لا يضيع الودائع.